المنتخب الوطني يحقق فوز هام على المنتخب الإثيوبي في المغرب ويضيف 3 نقاط جديدة لرصيده ليبتعد بصدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين. جماهير الكرة المصرية تشيد بأداء تريزيجيه وزيزو ومحمد صلاح ورامي ربيعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهم بأداء أكثر من رائع أمام أثيوبيا. صلاح يخطف صدارة هداف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم من تريزيجيه بعد تسجيل هدفه السادس أمام إثيوبيا، وفشل تريزيجيه في تسجيل أهداف جديدة وسوء التوفيق الكبير الذي حالفه في أكثر من فرصة. موقع سوف سكور العالمي والمتخصص في الإحصائيات يمنح محمد صلاح أفضل تقييم في مباراة مصر وأثيوبيا بعد تسجيله هدف وصناعة آخر. ميديو يتغنى بمستوى زيزو أمام أثيوبيا ويؤكد أن مباراة اليوم هي أفضل مباراة دولية للاعب منذ انضمامه للمنتخب الوطني، ويشيد بمستوى حمدي فتحي والمباراة الكبيرة الذي قدمها وكذلك محمد صلاح، ويتوقع أن يمنح حسام حسن لمرموش وصلاح راحة في مواجهة سيراليون القادمة. ميدو يطالب حسام حسن بضرورة منح أحمد عيد ودونجا ومحمد شحاتة وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي فرصة للظهور أمام سيراليون واستغلال موقف المنتخب الجيد جدا في المجموعة لكي تكتسب تلك المجموعة خبرات اللعب الدولي. رغم الفوز وتحقيق ال3 نقاط، بعض الجماهير تنتقد أداء المنتخب الوطني وتؤكد أنه كان من المنتظر الظهور بأداء أفضل من ذلك، خصوصا أن المنافس متواضع بشكل كبير. عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ينفي كل ما يصار حول طلبه من هنا بريد التوسط لهم في الفيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية بدلا من ليون المكسيكي الذي استبعد بشكل رسمي من البطولة، وذلك رغم وجود أصوات في النادي تطالب بضرورة استغلال الأمر وطلب المشاركة في البطولة من الفيفا كون الفريق بطلا للكونفدرالية الموسم الماضي. مارسيل كولر يظهر في تدريبات الأهلي بعد عودته للقاهرة رفقة جهازه المعاون ويتسلم تقرير مفصل من سامي قمصان عن خسارة الفريق أمام إنبي للوقوف على السلبيات قبل مواجهة طلائع الجيش. علي معلول يتمنى ألا يعاند كولر معه الفترة المقبلة وأن يمنحه الفرصة للمشاركة في المباريات المقبلة وألا يكون عائق أمام رغبته في استعادة الفورمة وإثبات نفسه. بن شرقي وإمام عاشور والشحات والدبيس ينتظمون في مران الفريق بعد انتهاء الأجازة. الأهلي يتعادل سلبيا مع الزمالك في قمة الكرة النسائية ويفرط في نقطتين في غاية الأهمية ويمنح فريق مسار فرصة لحسم بطولة الدوري بعد ابتعاده بالصدارة بفارق 5 نقاط. اتحاد الكرة يوافق على استخدام حكام أجانب لمباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي الكاس. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وأتمنى تشاركنا برأيك وتقول لنا شايف من وجهة نظرك مين أفضل لاعب في مباراة المنتخب النهاردة. أستنى رأيكم وأشوفكم على خير في حلقة جديدة.